واول فضيحه معايا النهارده كانت من كام يوم بس بين مصر والارجنتين. مصر هبدا الارجنتين 2 مستريح واتلغى لنا جون ما فيهوش اي حاجه. تخيل تبقى لعيب كوره ومستنى 4 سنين عشان تلعب بطوله كاس العالم وتخش كل ماتش كانه اخر ماتش ليه عشان تثبت نفسك، ومدرب المنتخب ياخدك في القايمه، وبعد ما تحقق حلمك وتروح تلعب في كاس العالم حكم ما شافش الكوره عدت الخط ولا لا، وحكم تاني شاف الايد راس. ومن اول بطوله كاس عالم لحد النهارده التحكيم كان جزء اساسي في اللعب، ساعات بيبقى جزء ممتع وساعات تاني بيعمل مصايب. وانا النهارده جايب لك كام حدوته عن التحكيم في بطوله كاس العالم. بس قبل ما اسمعك الحدوته كوبايه قهوتك اللذيذه وصلي على النبي واسمعني الكام دقيقه الجايين دول. واول فضيحه معايا النهارده كانت من كام يوم بس بين مصر والارجنتين. مصر هبدا الارجنتين 2 مستريح واتلغى لنا جون ما فيهوش اي حاجه. طب اتلغى ليه؟ اصل مروان عطيه دهس رجل المدافع وده ما حصلش. واللي تابع البطوله دي من اول ماتش لحد النهارده شايف الاداء التحكيمي وشايف ان الحكام ما بيصفروش على كل حاجه وسايبين يبقى في تلاحم وتنافس كبير زي الدوري الانجليزي. وده جون اتلغى العالم كله اتكلم عليه وقال انه ما فيهاش حاجه. وبعدها بشويه الارجنتين بترجع للماتش ومحمد صلاح جوه منطقه الجزاء وكوره نفس كوره مروان عطيه بالظبط، والحكم ما صفرش ضربه جزاء. ومعظم لعيبه العالم السابقين اتكلموا في الموضوع ده وقال لك ما دام حسبت دي يبقى تحسب دي يا اخويا. ده غير انذارات وتنبيهات للاعيبه من اول الماتش، بس لعيبه مصر بس، لعيبه الارجنتين محدش بيقول لها حاجه. وغير انذارات خدتها الدكه اللي وصلت انه طرد مدرب حراس المرمى بتاع المنتخب. ودي بقى كانت حدوته متوقعه. ازاي الفيفا تخرج ميسي؟ يا باشا ده فيه فلوس داخله وفلوس خارجه ومراهنات من اعضاء الفيفا نفسهم. طبعا انفانتينو مش هيزعل كل الناس دي ويفرحنا احنا كمصريين، بس احنا ما عندناش مشكله وفخورين بالمنتخب بتاعنا على الاداء اللي قدمه وعارفين ان الموضوع كله كان حدوته. وسنه 34 وكاس العالم اللي كان بيتلعب في ايطاليا، وخليني اقول لك ان ايطاليا وقتها ما كانتش بس بلد مستضيف، دي كانت تحت حكم موسوليني الحكم الدكتاتور. وموسوليني انتهز الفرصه دي عشان يعمل دعايه للحكم بتاعه ويقول ان انا بلد ديمقراطي وما باذيش حد. وايطاليا وصلت ربع النهائي فعلا قدام اسبانيا، الماتش اللي خلص 1-1 وكان فيه تدخلات عنيفه جدا من لعيبه الفرقتين. وطبعا مش محتاج اقول لك ان لعيبه اسبانيا كانت مصابه اكتر من لعيبه ايطاليا، وعلى راسهم الحارس الاسطوره زامورا. ووقتها ولا كان فيه وقت اضافي ولا كان فيه ضربات جزاء، وكان الماتش اللي بيخلص تعادل بنلعبه تاني يوم، يعني صباح الخير يلا عندك ماتش النهارده. وطبعا الحارس زامورا ما قدرش يلعب وتلعب الماتش تاني يوم بين ايطاليا واسبانيا. وايطاليا فعلا بيتحسب لها جون عن طريق جوزيبي مياتزا، واستعتراضات من لعيبه اسبانيا ان في لاعب ايطالي احتك بالحارس الاسباني وهبده هوك، لكن الحكم لا ارى لا اسمع لا اتكلم. ده غير طبعا انه وقف هجمات كتير جدا للمنتخب الاسباني كانت ممكن تؤدي لاهداف كتيره في الماتش، وكانت ممكن اسبانيا تكسب الماتش ده مرتاح. وساعتها توجهت تهمه للحكام دي ان هم تعرضوا لضغط عشان يساعدوا البلد المستضيف، لكن من الاخر ما كانش في دليل ضد موسوليني. اما بقى سنه 66 وفي ملعب ويمبلي في نهائي كاس العالم بين انجلترا والمانيا الغربيه، ماتش في الدقيقه 90 يا معلم ومتعادلين 2-2، وفي الدقيقه 101 ألان بول بيرفع كوره بتوصل عند جيف هيرست اللي بيشوطها تخبط في العرض وبتنزل على خط الجون، والملعب قعد مقسوم ل2 لمده كام ثانيه. المشجع الانجليزي بيقول لك الكوره جون والمشجع الالماني بيقول لك مش جون، والحكم السويسري نفسه ما كانش عارف هي دخلت ولا لا، وراح يستشير المساعد بتاعه اللي قال لك دي دخلت وعدت الخط وحسب جون انجلترا ساعتها. اي نعم الماتش خلص 4-2، بس الجون ده فرق في معنويات الفريق الالماني وهبطهم وضاع منهم بطوله كاس العالم. اما بقى في مونديال 78 اللي كان في الارجنتين وحصل فيه كوارث الدنيا والاخره يا معلم، وده هنعمل له حلقه لوحده. بس في ماتش بين البرازيل والسويد في دور المجموعات في اخر ثانيه كورنر للبرازيل، والحكم الويلزي توماس قال لك العب الركنيه. فعلا لعيب البرازيل بيرفعها وزيكو بيخش يحطها بدماغه في الجون، اللعيبه بتحتفل وبتجري والجمهور عمال يشجع في المدرجات، بس الحكم قال لك لا ثانيه واحده ده انا صفرت والكره في الهواء، يعني قبل ما تخش الجون. ولعيبه البرازيل يهديك يرضيك، طب انت خليتنا نلعب الركنيه ليه ما دام في نيتك تصفر والكره في الهواء؟ والحكم قال لهم والله يا جماعه معلش متاخر على ميعاده ولازم الحقه. وفي كاس عالم 82 وماتش من اعظم ماتشات كاس العالم بين فرنسا والمانيا الغربيه، بس حصل فيه واحده من ابشع الحالات التحكيميه في التاريخ. وفي صراع عبقري من ميشيل بلاتيني بيروح لباتريك باتيستون بيحطها من فوق الحارس الالماني شوماخر، والكره فعلا خرجت بره بس الالماني شوماخر ما وقفش وخد باتيستون يا معلم ونزل بيه سوبليكس على الارض اللي خلت اللاعب الفرنسي يفقد الوعي وحصل له اصابات شديده في الراس والضلوع واتكسرت سنانه، وكل لعيبه فرنسا افتكرت ان اللعيب بتاعهم مات وكانوا بيطالبوا الحكم بضربه جزاء وطرد مباشر للحارس شوماخر. بس الحكم كان عنده راي تاني وقال لك الكره ما فيهاش حاجه اصلا ولا اكنهم شافوا بعض النهارده، والابجح من كده انه حسب الكره ضربه مرمى لحارس المانيا شوماخر.
اما بقى في بطوله 86 في ماتش ربع النهائي بين انجلترا والارجنتين. وخليني اقول لك ان الماتش ده ما كانش بس ماتش كوره، بسبب حرب الفوكلاند بين البلدين، فالجمهور والاعلام كانوا مشحونين كويس قوي. والماتش كان ماتش سياسي، تدخلات عنيفه من الفرقتين والاثنين نازلين تكسير في بعض. في الدقيقه 51 مارادونا بيعمل 1 2 مع لاعبي الارجنتين بتقلش من مدافع انجلترا علشان يطلع الحارس الانجليزي بيتر شيلتون ويمسكها بايده، بس بيتفاجئ بمارادونا بيقول انا الجون، وبيحط هو الكره بايده في الجون وجري يحتفل في الملعب كله يا معلم. ولعيبه الارجنتين نفسهم كانوا فاكرينها لمسه يد، لدرجه ان هم قعدوا اول كام ثانيه بعد الجون محدش فيهم بيحتفل مع مارادونا. ولعيبه انجلترا جريت على الحكم التونسي علي بن نصر، الله يهديك الكره بايده، لا ما شفتش. طب المساعد شافها، لا ما شافش. طب هنعمل ايه؟ خلاص يا رجاله بقى ربنا يعوض عليكم. وخليني اقول لك ان دي نقره ودي نقره، لان بعدها بكام دقيقه مارادونا جاب احسن جون في التاريخ، طبعا كلنا عارفينه، اللي خد فيه لعيبه انجلترا من نص الملعب على ظهره لحد الجون. وفي بطوله 94 وفي ربع النهائي برضه ماتش بين ايطاليا واسبانيا، ماتش 2-1 لايطاليا وخلاص قرب يخلص. في الدقيقه الاخيره كره مرفوعه جوه منطقه جزاء ايطاليا عشان يطلع لاعب اسبانيا لويس انريكي مع المدافع الايطالي ماورو تاسوتي اللي بيهبد عمك انريكي كوع محترم في منطقه الجزاء، والحكم شاهد ما شافش حاجه. وش انريكي بيجيب دم من كل حته، ولاعيبه اسبانيا بتجري على الحكم بتقول له انت محتاج تشوف ايه تاني عشان تحسب لنا ضربه جزاء. وخليني اقول لك يا معلم ان وقتها ولا كان في فار ولا كان في اعادات، قرار الحكم قرار نهائي ما فيهاش حاجه، العب على الكوره. وعشان كما تدين تدان، فخلينا نروح لمونديال 2002 اللي كان في كوريا واليابان، ماتش بين كوريا وايطاليا اللي الايطاليين لحد دلوقتي مش قادرين ينسوا الماتش ده. ايطاليا متفوقه، وفي الدقيقه 88 كوريا الجنوبيه بتحط جون وبيخشوا مع بعض وقت اضافي عشان توتي ياخد الكوره ويخش بيها منطقه جزاء كوريا، وبيحصل احتكاك بينه وبين المدافع الكوري. فعلا توتي بيقع على الارض، بيبص الحكم ادينا حاجه بقى، الحكم قال له انت كده كده بتمثل، خد الطرد الجميل واطلع بره. علشان بعدها بكام دقيقه لاعب ايطاليا بيحط جون، لكن الحكم المساعد قال له لا ثانيه واحده انت كنت متسلل، عشان الاعداد تبين ان الكره ولا كان فيها تسلل ولا كان فيها اي حاجه. بس حكم الماتش قال لك انا مش هصغر الراجل اللي جاي معايا، وفعلا حسبها اوفسايد. وكوريا الجنوبيه في الدقيقه 117 بتخطف ايطاليا جون وبتكسب الماتش. والطليان ساعتها اتهموا بالحكم بالتحيز وانه جامل البلد المستضيف علشان تعدي منهم. وفي نفس البطوله بعد ما كوريا عدت ايطاليا بتقابل اسبانيا، وبرده الحكم بيلغي جول لاسبانيا من جوه منطقه الجزاء بداعي ان كان في مخالفه، وبعدها بشويه بيترفع اوفر لاسبانيا وبتحط جون. وهنا حكم الرايه برده بيقول لك لا ثانيه واحده، ده الكره عدت الخط وتبقى ضربه مرمى لمنتخب كوريا علشان الماتش يروح لضربات الجزاء وكوريا تكسب 5-3. والاسبان ساعتها كانوا مقتنعين اقتناع تام ان الحكم هو السبب في خروجه، وانه فعلا بيجاملوا البلد المستضيف. وعلشان الفيفا ماشيه بمبدا ان البلد المستضيف ما ينفعش نخش عليها وايدينا فاضيه، ففي مونديال البرازيل 2014 وماتش بين البرازيل وكرواتيا، الماتش 1-1 ولعيبه البرازيل عندها ضغط رهيب لانها بلد مستضيف والجمهور مستني منهم البطوله. في الدقيقه 71 فريد لعيب البرازيل بيحتك احتكاك بسيط مع المدافع بتاع كرواتيا لوفرين جوه منطقه الجزاء، والحكم ساعتها بيصفر وبيحسب ضربه جزاء للبرازيل وسط اعتراضات كبيره جدا من لاعبي كرواتيا ودكه البدلاء. وساعتها لوفرين قال كلام فيما معناه ملوش لازمه الجو اللي انتوا عاملينه ده، ادوا الكاس للبرازيل على طول. الاخطاء التحكيميه وارده في الكوره وده شيء مفيش عليه جدال، انما في حاجات تعدي وانت كمشجع بنفسك بتقول انها غلط مش مقصود، انما في حاجات تانية بتبين قوي انها مسرحيه والكل بيمثل. والمفروض ان بعد وجود الفار العمليه بقت اسهل، لكن بالعكس احنا بقينا نشوف قرارات تحكيميه اغرب من الخيال، من اول رئيس دوله بيتدخل عشان يشيل انذار للعيب بلده والفيفا بتعديها له بالحب، لحد شركات واعضاء في الفيفا نفسهم بيراهنوا على الماتشات. وخليني اقول لك ان طول ما انفنتينو موجود كوره حالها مش هيجي غير ورا، وكل الافلام اللي بيعملها بحجه انه بيطور الكوره ما تخدمش غير مصالحه الشخصيه. واخر نكته سمعتها ان كاس العالم اللي جاي هيبقى 64 فريق، وانا عن نفسي اتمنى ان الراجل ده ما يطولش في مكانه اكتر من كده، واتمنى كمان ان هم يرجعوا لنا الحاجه اللي كنا بنحب نتفرج عليها. انا كده خلصت، ولو وصلت معايا لحد هنا تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتزق الدنيا مع اخوك شويه. ونسيت اقول لكم انا علاء في برنامج انا علاء، اشوفكم الحلقه الجايه.